السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد وفكرة جديدة. في الفيديو ده هوريكم اولادي اكلوا ايه يوم الاجازة طول اليوم، من فطار لغدا لعشاء وكمان السناكس اللي هم اكلوها. يلا نبتدي على طول. صباح الخير، يلا نعمل مع بعض الفطار. وهعمل لهم النهارده فطار لذيذ جدا ومغذي جدا وهو الفرنش توست. انا عملت قبل كده وصفه الفرنش توست على القناه، وهحط الوصفه بتاعتها في اول كومنت تحت الفيديو على طول ان شاء الله. وهي وصفه مغذيه جدا فيها كميه عاليه من البروتين لان بنستخدم فيها بيض ولبن كتير. فانا هنا بس قسمت لهم التوست نصين على الشكل ده، واقدم لهم معاه كمان فاكهه عنب وتوت احمر وكوبايه من اللبن. وبالنسبة لي الفطار بتاعي هعمل بقى كوباية من القهوة، وأنا بصراحة بعشق القهوة وبحب إن هي كمان مفيدة لأن فيها كمية كبيرة من مضادات الأكسدة. وهعمل الطبق بتاعي زيهم بالظبط، عبارة عن فرنش توست عليه رشة سكر وقرفة وعسل مع الفاكهة عنب وتوت أحمر. اول سناك معانا النهارده هيكون الفشار، والفشار مغذي جدا لانه مليان بمضادات الاكسده والالياف، ويعتبر من الحبوب الكامله وسعراته قليله في نفس الوقت. وانا عملت فشار لان احنا هنقعد مع بعض ان شاء الله نتفرج على فيلم كرتون هو Incredibles 2، فلو حد شافه يقول لي رايه فيه ويقول لي هو احلى ولا Incredibles 1. هستنى رايكم في الكومنتس تحت الفيديو. يلا نعمل مع بعض الغدا، وهيكون عبارة عن سندوتشات برجر فراخ مع بطاطس ويدجز. البطاطس هنقطعها تخينة شوية، وبعد كده هنحط عليها رشة من الملح. انا بحب استخدم الملح العضوي، طبعا كمية الملح حسب ما انتي بتفضلي. انا هنا تقريبا حاطة يعني من معلقة صغيرة لمعلقتين صغيرين تقريبا، هو بالنظر كده يعني. وحبة من الفلفل الأسود عبارة عن ربع معلقة صغيرة. ده توم باودر، هحط منه حوالي نص معلقة صغيرة. وبهارات فراخ ممكن تستخدمي اي بهارات انت بتحبيها، هحط برضو منها نص معلقة صغيرة. وده زعتر انا حاطاه في علبة الفيتامينات بتاعتي فعادي يعني. هنحط منه برضو حوالي نص معلقة صغيرة. واخر حاجة هحطها هي معلقة كبيرة من زيت الزيتون. وبعد كده هقلب بقى البطاطس مع البهارات والزيت كويس علشان كل البطاطس تتغطى كويس جدا بالبهارات وبزيت الزيتون. انا عندي مشغله الفرن على 200 درجه سلسيوس، وهوزع عندي البطاطس على ورق زبده وهبعدهم عن بعض شويه علشان ما يلزقوش في بعض، وادخلهم الفرن لمده 30 دقيقه. وهحاول ان انا اقلبهم في النص. وده شكل البطاطس بعد ما طلعت من الفرن، شكلها جميل جدا ولذيذه جدا جدا. هعمل لهم هنا ساندوتشات. عندي هنا مايو كاتشب، انا عاملاه من مايونيز لايت مع كاتشب ومقلباه مع بعضه. هحط بس هنا شويه من المايو كاتشب على كل ناحيه من الساندوتش عشان لما احط الخس والطماطم يلزقوا كويس. فهحط هنا من ناحيه خس ومن ناحيه شريحة من الطماطم، وهحط البرجر في النص. وهقدمه للأولاد، كل واحد هحط له ساندوتشين من برجر الفراخ اللي احنا عملناه مع بعض مع شوية من البطاطس الويدجز. هو عجبهم جدا جدا، وبتمنى ان انتوا تجربوه، ومتأكدة ان هو ان شاء الله هيعجبكم. وده الطبق بتاعي انا كمان. هناخد السناك بتاعنا معانا المرة دي واحنا ماشيين عشان البنات عندهم تدريب تنس. فعندي هنا سما هتاخد علبة من لافاش كري ديب اند كرانش، اللي هو بيكون عبارة عن جبنة مع أصابع البسكوت مع علبة من عصير البرتقال. وانا هتاخد نسكويك بار كورن فليكس برضو مع علبة من عصير البرتقال والمية بتاعتهم لانهم بيجوعوا جدا بعد التدريب. اخيرا الحمد لله وصلنا لاخر وجبه في اليوم، وجبه العشاء. عندي هنا هنا وميزو طلبوا ساندوتش من نوتيلا مع زبده فول سوداني. انا بس مقسماه الميزو نصين، طبعا استخدمت فيه توست اسمر نوتيلا وزبده فول سوداني طبيعيه من جودي.
كل واحد فيهم هياخد كوباية من اللبن الأبيض. بالنسبة لسما كانت عايزة كورن فليكس فيتنس فروتس، وأنا بحب فيتنس جدا لأنه بيكون عبارة عن حبوب كاملة مع كمان فواكه، فبيكون الألياف اللي فيه كمان عالية. ده كل حاجة في الفيديو ده. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ولو أول مرة تشوفوا لي فيديو ما تنسوش كمان تدوسوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في فيديو جديد قريب إن شاء الله. السلام عليكم.